الماسك ديالنا هو دا وجد. واجد. ماما غتوريهم القوام ديالو اول حاجه، ان شاء الله ووريهم. غادي نديروه على وجهنا. ها القوام ديالو هو داك خاطر زوين، راه مفيد بزاف عاد. هذا راه ما مثلا غادي يبقاش داك الكلف وداك النقاطي في الوجه وداك ضربات الشمس اللي كيبقاو دابغين وبزاف الحاجات. ان شاء الله ما يوصل العيد حتى تكونوا ان شاء الله بلارات. كتكشعوا الا قابلوا راسهم. اييه المرات تبارك الله. ماما بالنسبه للاشراقه والنضاره ومن اول الاستعمال ولا خص كيعطي بزاف البياض والاشراقه والنضاره والتجاعيد، تريح الوجه وكتزيدوا بهذا. مساء النور، مساء السرور، ومساء السعادة على قلوبكم الجميلة البيضاء. متابعينا الأعزاز الغاليين، كي دايرين؟ كي بقيتو مع سيدنا رمضان ولا شغلبكم ولا غلبتيوه؟ الوصفة اليوم عتقي راسك دابا 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 بهاد الوصفة. ما عندك حتى شي مبرر باش ما تبقايش تقولوا لي راه ما خليت ما درت الكلف وما جابش النتيجه. الوصفه اليوم غادي توحد لك البشره، تحيد لك الكلف العميق الا تبعتيها بهاد التفاصيل اللي غنوريو لك، اللي هي كاينه غير في القناه ديالنا وما كاينه في حتى شي قناه. تبعوا معنا الوصفه من الاول للاخير واستقبلي العيد وناكلي لي العديان بواحد الوجه ملائكي صافي بالله مع الحاجه. هي ديما عندكم الحلول. عتقوا راسكم وتابعوا معنا. مرحبا، السلام عليكم. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ حليمه كتضحكني والله الا كضحكتي تبارك الله عليها، الله يحفظها. امين. اليوم جيناكم ان شاء الله بواحد الوصيفه، بعدا نسلم عليكم بعدا ونقول لكم اش اخباركم، لاباس عليكم. ما غنقول لكمش رمضان غلبكم، حنايا ما كيغلبناش رمضان. رمضان عندنا شي حاجه ثمينه والله بالنسبه لنا حنايا العرب كاملين الحمد لله. اليوم جيناكم بواحد الوصيفه خاصه باش غادي ديك البشره ديالكم غادي تسقل وغتمري وتولي كتكشع هكذا ان شاء الله بحول الله. هذا ما كان. الوصفه ديالنا راه سهله مهله، مكونات بساطه المتابعين، وكاينين غير في الدار، غير في الدار ودغيا كتوجد. المهم المرحله الاولى غادي ندوزو نشوفوها مع بعضياتنا ومباشره ننتقلوا للمرحله الثانيه والطريقه بالتفصيل. بقاو معنا وما تمشيو فين. ناخذوا 2 معالق كبار ديال القهوه اللي كنديروها في العصاره العاديه، البن العادي هانتوما كما كتشوفوا. غادي نضيف عليهم كاس ديال الماء، كاس كبير ديال الماء، وغادي نديرهم على نار هادئه حتى تغلي مزيان ديك القهوه مع الماء. نطفيوها مباشره كتصفى مزيان، وفي نفس الوقت غنحتفظوا بداك الرواسب اللي هو التفل ديالها حتى هو غادي نحتاجوه في الوصفه ديالنا اليوم، يعني ما غنسيبو حتى شي حاجه. بقاو معنا وما تمشيو فين. دابا من بعد ما القهوه ديالنا بردات واحد شويه غادي نضيف لها معلقه صغيره ديال النشا، ها هي دي. غنخلط مزيان ونديرها على نار مهيله حتى نحصلوا على واحد القوام كريمي. كما شفتوا معنا في المرحله الاولى اللي وجدنا مع بعضياتنا القهوه والتفاصيل ديالها. احتفظنا بداك التفل. ماما شنو غنديروا به ديال القهوه؟ ان شاء الله هاد التفل غنديروا به اول حاجه، هو اول حاجه اللي غنديروا لها الوصفه هو الكوماج. اييه الكوماج عندنا لاله زريعه الكتان، وعندنا التفل ديال القهوه اللي خدينا القهوه منها. هي معلقه صغيره. هذه زرعه الكتان وطحونه. هي هذا ما كان. وعندنا هنايا زيت جوز زيت الكوكو او زيت الهند. جوز الهند. جوز الهند. اييه مزيان هادشي كله. ها هو مع ديك الزويته ومع ديك زريعه الكتان وهذا ديال القهوه، التفل ديال القهوه. يمكن لكم ديروا به حتى 2 المرات. هذا راه كيصبر في الثلاجه. راه كيصبر عندنا في الثلاجه الكوماج، لان راه ما غاديش يدير غير مره، راه يمكن له يدير 2 المرات. ها هو دابا هذا غادي ديروا به الكوماج. غديروا الكوماج، غدوزوه على وجهكم وتحكوه بشويه، ماشي تكردوا وجهكم، بشويه 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 باش يزول لكم داك لي بوان نوار
ديك التقشرات اللي تيكونوا شويه ديال القشور في الوجه، كاين اللي كيتقشر له الوجه شويه بحال اللي يولي محبب الوجه، هادشي كله وغيعطي تغذيه عميقه في للبشره في نفس وكيحل الوقت. المسامات. باش غادي نديرو موراه واحد الماسك الماسك ديالنا. واحد اخر ان شاء الله. اييه الماسك ديالنا. ان شاء الله. كما قلنا لكم راه الماسك ديالنا ديال اليوم راه هو غادي يحنيكم حتى من الكلف العميق القديم. غادي يتحيد مع المداومه، ومن اول استعمال غتلقاو واحد الفرق بعد توحيد لون البشره بدرجه او بدرجتين غادي تلقاوه، ولكن خصكم تتبعوا معنا الوصفه كما كنقولوا لكم. حيت هاد الكوماج راه غادي يدير التقشير لكل شيء، داكشي اللي في الوجه كله غادي يحيد ان شاء الله بحول الله. دابا سالينا من الكوماج غادي تغسل الوجه مباشره، غنمشيو نديرو غتغسل وجهها الماسك ديالنا. هي باش دير الماسك ديالها. ايش دابا ماما مشينا للماسك. دابا الماسك ديالنا هو هذا اللي غنديرو. هذا راه هضرنا عليه صافي، ما نحتاجو نهضروا عليه. غادي نزيدو عليه واحد المعلقه ديال الويفيرا. اييه نتوما كتشوفونا كنستعملوا الويفيرا الويفيرا كنستعملوها بزاف لان مفيده للوجه بزاف. كتعطي تغذيه وكتعطي الاشراقه وكتعطي شد للبشره وفيها بزاف ديال الافاده. كنخلطوها مع ديك القهوه ها هي مزيان، وكتيد من البشره شويه تعطيها. متابعينا العزاز نفكركم مره واحده اخرى بالاشتراك في القناه، دوبلوا لنا التعاليق ديالكم، خليونا ارائكم، واللي بغات شي وصفات خليها لي في خانه التعاليق. غادي نزيد اوكي كمل ماما. غادي نزيدو معلقه ديال زيت اللوز حتى هي هاي داكشي. وهذا التخليط راه مزيان باش كله كينسجم داكشي مع بعضياتو مزيان مزيان مزيان. غادي نزيدو ان شاء الله معلقه ديال زيت العود، زيت الزيتون حتى هي راه مفيده للجلد هاد الوجه. غادي مزيان على الماكله ولا التجميل. مره واحده اخرى غنفكركم في الرابط ديال انستغرام، لاباج انستغرام ديالنا يوميات حليمه وبهيه، راه غتلقاوه مثبت في اول تعليق. فيه بزاف ديال الحاجات، فيه الكواليس ديال التصوير وبزاف ديال الحاجات اللي ما تيكونوش عندنا في اليوتيوب، وبزاف ديال الفوائد اللي كنحط لكم مره بالنسبه للشعر او البشره. تابعونا. الماسك ديالنا هو دا وجد. ماما غتوريهم القوام ديالو. اول حاجه وريهم. غادي نديروه على وجهنا. القوام ديالو هو داك خاطر زوين كما كتشوفوا معنا. غنديروه على هذا الشكل هذا، وما تخليوش الجلده باينه هكذا، وتكيو عليها باش الجلده كامله تاخذ الغذاء ديالها. الماسك ديالنا شحال غيجلسوا به ديال الوقت ماما؟ 20 دقيقه كالعاده. 20 دقيقه. ولا شي يحتاجوا ديروا طبقه واحده اخرى ولا غير طبقه واحده؟ الا بغات دير طبقه راه احسن، تخليوها ينشف. ولا ما عندهاش مسكينه الوقت الغالب الله. ولكن الا دارت طبقه ونشف ودارت طبقه راه مفيد بزاف. عاد راه ما غادي يبقاش داك الكلف وداك النقاطي في الوجه وداك ضربات الشمس اللي كيبقاو دابغين وبزاف الحاجات. ان شاء الله ما يوصل العيد حتى تكونوا ان شاء الله بالله كتكشعوا الا قابلوا راسكم. اييه ما تعكزوش. رمضان تيعكز، ولكن العيد ملي غتدخلوا تلقى راسكم حتى الليله د العيد كتجاراو عاد تبداو ديروا لي في الوصفات. من دابا عتقوا راسكم، وخصوصا العائلات اللي فيهم الكلف قابلوا الوصفات ديالكم حتى ان شاء الله ل 20 رمضان. 20 رمضان كتكونوا مشغولين مع الحلوى ومع داكشي ديال رمضان ان شاء الله باذن الله. عطيو وقت لراسكم، عطيو وقت لراسكم ضروري ومؤكد. عطيو وقت لراسكم. هذا ما كان. بالنسبه للماسك ديالنا او الكوماش كنحتفظوا به في الثلاجه، ما كاين حتى مشكل. ما كيطرالو حتى حاجه. يبقى واخا حتى اسبوع ما يطرالو حتى حاجه. اسبوع ممكن نديروه حتى 2 مرات في الاسبوع باش يعطي نتائج. 2 مرات في الاسبوع. اما بالنسبه 2 مرات تبارك الله. ماما بالنسبه للاشراقه والنضاره ومن اول الاستعمال ولا خص بزاف البياض والاشراقه والنضاره والتجاعيد. واخا ديك البلايص ديال
ديال التجاعيد. والتغذيه دائما السبب ديال لأن- التجاعيد هو الجفاف وقله العنايه وقله التغذيه لان البشريه. وجهنا راه فحال اللي كياكل ديك المواد اللي كنعطيوه. كيمتصهم بالفعل كيمتصهم. هاد المواد اللي كنفقدوا مع التقدم في العمر كنعوضوهم بمواد وحده اخرين، سواء في كماسكات او سواء كفيتامينات او في الماكله. هذا ما كان. الوصفه ديالنا هي هذه. شنو غتقولي للبنيات ديالك قبل ما نساليو الفيديو؟ نقول لهم يتهلاو في راسهم. انا نبغي نشوفهم دائما غزالات، دائما عيالات فنات، والله ان شاء الله بحول الله، ولكن بالمقابله دراسهم، بالمقابله والمداومه. ماشي غادي تهملي راسك وتقولي لا ما عرفت مالي وليت هكذا، لا قابلي راسك باش تبقي ورده. هذا ما كان وغيدا الا درتيها في الكاس وعطيتيها ميها وسقيتيها وقابلتيها، وهذه راه كتفتح وتبقى تصبر معاك. ولا انتينا ما كبيتي عليها حتى حاجه، الله غدا كتصبح مدباله. هذا ما كان الفيديو ديالنا، وصل النهايه ديالو. يلا البنيتات نوضوا تقعدوا في العيد باش الشابات كاملين. هذا باش ان شاء الله تدخلوا للعيد بالجليلبه ديالكم والقفيطن والصويك والوجيه كيكشع، والوجيه ديالكم كيكيشا. كتمشيو تشوفوا الحباب وتشوفوا الناس. علاش لا يكون تكونوا ان شاء الله بافضل حله. يلا شكرا. شكرا لكم، شكرا للمتابعه ديالكم، ومع السلامه. باي باي. يلا.